يا مرحب بيكم في براح. براح هو مكانك ومساحتك الآمنة اللي موجود فيها كل اللي بتحلم بيه، كل اللي يطمن قلبك، كل اللي يريحك، اللي فيها سلام وطمأنينة وأمان ومحبة، كل الحاجات اللي بندور عليها طول عمرنا ونقول إن احنا مش لاقيينها. إن شاء الله بإذن الله أنا وضيوفي اللي بيشرفونا هنا بنحاول إن احنا نقدم لحضراتكم كل اللي يقدر يوصلكم ويساعدكم إن انتوا تعيشوا الحياة اللي تستحقوها. بدأنا مع كوتش ريهام الحلقة اللي فاتت سلسلة أنا مين. قد إيه سؤال عميق وقد إيه إجابته مهما شفنا حلقات وعملنا ليها حلقات مش هنوصل لإجابة محددة، مش هنوصل لنهاية، لأن هو سؤال هيفضل ملازمنا ومرافقنا طول رحلة حياتنا، لأن إحنا طول الوقت بنحاول نكتشف أجزاء جديدة من نفسنا. فعمرنا ما هنعرف أنا مين وتبقى إجابة واضحة، ولكن اللي بنحاول نعمله هنا إن إحنا بنتعرف على الأجزاء اللي كانت تايهة مننا وإحنا في رحلة اكتشاف لأجزاء أكتر وأكتر. النهاردة هنتكلم عن التفكير. تفكيرنا يقود رحلتنا، لسه مكملين في رحلتنا لاكتشاف أنا مين، في طريقنا لفهم أنا مين. وفي الطريق ده كان لازم نعدي على محطة مهمة جدا، طريقة تفكيرنا، لأن أفكارنا مش مجرد خواطر كده وبتعدي، لا لا لا، أفكارنا هي العدسة اللي بنشوف بيها الحياة، هي الفلتر اللي بيفسر كل موقف، والمحرك الخفي لكل قرار بناخده. كل رد فعل بنعيشه بيكون وراه أفكار، كل أوقات بنحس إننا غضبانين بيكون وراها أفكار، مشتتين أو حتى تعبانين من داخلنا، كل ده وراه أفكار. لما نرجع ندور على السبب الحقيقي نكتشف إن في نمط تفكير هو اللي بيغذي المشاعر دي، وإن الفكرة اللي اتربينا عليها أو صدقناها زمان لسه بتتحكم فينا لحد النهاردة من غير ما نحس للأسف. في الحلقة دي من أنا مين هنفتح باب وعي جديد علشان نتعلم نسمع أفكارنا، نفهمها ونلاحظها. تسأل نفسك، هو الفكرة دي لسه نافعة؟ هل هي لسه بتخدمني؟ ولا جه الوقت إن الفكرة دي تمشي واختار فكرة غيرها؟ في سلسلة أنا مين هنكتشف سوا إزاي نلاحظ أنماط تفكيرنا ونكسر الدايرة اللي بتخلينا نتصرف بنفس الطريقة كل مرة، ونبدأ نخلق طرق جديدة صحية واعية تكون أقرب للي احنا عايزين نكونه فعلا، مش بس تكون أقرب للي تعودنا عليه، لأ للي احنا فعلا عايزين نكونه نوصله. قائدة رحلة اكتشاف الذات الرائعة اللي بموت فيها وبحبها وببقى سعيدة وهي معايا كوتش ريهام رأفت. أهلا وسهلا. اهلا بيكي يا روح قلبي. كلامك دايما ملهم وفي الصميم بصراحة. حبيبتي ربنا يسعد قلبي. واختيارك للموضوع اختيار مهم، مش قادرة أقول إن هو فعلا أهم سؤال ممكن نسأله لنفسنا. الحمد لله. النهاردة محطة الأفكار، ودي يمكن المحطة زي ما قلت في المقدمة هي المفتاح السحري لكل حاجة بتحصل في حياتنا. بتشوفي ازاي طريقة تفكيرنا بتتشكل؟ يعني بدأت منين النمط اللي أنا متبنياه وعمالة أشتغل عليه ده طول من الوقت؟ الطفولة، من وانا صغير طلعت في البيت ده الأسرة بتاعتي بتقولي أو طريقة تبنتها منهم، مثلا من بداية ما قال لنا بابا وماما خلص الطبق بتاعك عشان أحبك، لازم تطلع الأول، لازم تجيب 10 من 10، شفت ابن خالتك عمل ايه وانت ازاي انت مش أحسن منه، يعني لازم تعمل 1 2 3. فطلعت أنا مكون فكرة عن نفسي ومجموعة أفكار كده أنا بتبناها. جات لي منين؟ من البيئة الأولانية بتاعتي، من بابا وماما. طلعت للمدرسة كملوا صحابي عليا بشوية برضو معتقدات، والميس قالت شوية كلام، كبرنا شوية، صحابنا بدأوا يدونا شوية معلومات. جينا عند أهم فترة المراهقة، بدأت هنا أقف وأقول ها أنا هعمل إيه بقى؟ أكمل باللي هم ادهولي ولا أنا الأفكار اللي في دماغي دي جاية منين؟ فيطلع ميكس أكبر كمان من أفكار أكثر تعقيدا من اللي أنت خدتها من وأنت صغير. وأكثر بعدا عن الحقيقة. وخلاص هو في فترة المراهقة عندنا طريقين، يا إما طريق هو فعلا هيعرف نفسه ويحبها ويعرف نقاط قوته ويبقى زي الفل، يا إما الطريق التاني هكسر فيه وانتقد والومه فيطلع عنده طرق تفكير هي ما بتفيدوش أبدا، هي بتكسر فيه بزيادة. طب ازاي ان انا الاحظ نمط تفكير معين عندي؟ يعني ازاي ابدا اخد بالي كده او اقفش ان انا عندي شكل معين من التفكير مشوه؟ خلينا نقول هو ايه انماط التفكير خلينا اللي هي نوضح اللي للناس. هي مش بتساعدني دي. هو نمط تفكير لو اتبنيته هيخلي حياتك ما فيهاش راحه، ما فيهاش السلام اللي اتكلمنا عنه، طول الوقت تلاقي نفسك تعبان وبتنتقد نفسك وتحت ضغط جامد قوي. هم كتير، بس تعالي نقول منهم مثلا او اكتر حاجات اللي بتنور قوي، انه مثلا انا بلاك اند وايت، يا ابيض يا اسود، ما عنديش المنطقه الرماديه اللي في النص دي، وده مش صح. طول الوقت لو انا بفكر يا يمين يا شمال فانا فايتني كتير قوي، انا مش قادره اشوف
كم الاختيارات اللي موجوده حواليا. صح، ناس انا كتير حارم قوي عايشه نفسي، كده ما عندهاش حلول وسط. ما تعرفش لما تيجي تجيبي لها مشكله مثلا قدام عينيها، يا هتطلق يا مش عارفه اعمل كذا، ما عندهاش الحته اللي في النص، ايه اللي ممكن نعمله هنا؟ لا، ما عندهاش الفرايتي ده، مش موجود، التنوع في الاختيارات محرومه منه بسبب طريقه التفكير دي. طريقه التفكير الشخصنه، كل ما تقولي لي حاجه خدها على نفسي. انا على فكره ما بكلمكيش تقولي ايه ده، انت قصدك انا، انت بتقولي عليا انا، فكل ما هتقولي كلمه هتروح واخداها على نفسها، تاخد الامور بشكل شخصي عليها. حتى لو ناس بتتكلم جنبها 2 بيتكلموا تانيين تقول لهم ملهاش بيقولوا كده عشان تسمعوني، عشان قصدها أنا. قصدهم عليا. هي بتقول عليا انا، شفت مامتك عملت ايه كانت تقصد كذا، اختك قالت ايه، صاحبتي مش عارفه عملت ايه، حياتها وكده. المايند ريد، التخمين، ده قالت كذا كان قصدها كذا. يا رب يا رسول الظن ده ناس وده كتير على قوي فكره عايشه بيه. ده يعني المعظم بيتبنى طريقه التفكير للاسف دي. ده حتى من قبل ما يتعامل مع الشخص، مجرد ما يلاقي مثلا ميس كول على موبايله، ده كان بيكلمني عشان تلاقيه عايز كذا. طب ليه بنعيش في جو المؤامره ده؟ مايند ريد، قراءه العقل او التخمين، وده طبعا بنقول عليه لا طبعا ما ينفعش. ليه بتحطي نفسك في الحته دي؟ هتحطي سيناريوهات سيئه عن الشخص، هتحرمك من حاجات كتيره محتاجه تشوفيها في الشخص اللي بتتعاملي معاه. كمان ممكن نقول التهويل. الناس اللي هتلاقيها ممكن يكون حصل له امر صغير جدا وقاعد يضخم فيه ويكبر يكبر. ناس كتير عايشه الحياه كده. هتلاقي حد تاني انه بيعمم، كل الرجاله وحشه، كل الستات ما اعرفش عامله ازاي، كل كده، فطول الوقت هو حاطط ساعات يبقى شعب بلد معينه كل دول بخلاء وكل دول كرماء وكل دول حلوين وكل دول وحشين. بالظبط. مثلا هتلاقيه بيلوم دايما لما تيجي تتكلمي معاه، يعني ينفع كده ما كلمتنيش النهارده، بقالك قد ايه ما عملتيش كذا، هتلاقيه دايما بيلومك. حتى انت تخيلي كده لو في شخص كده في حياتك مش هتبقي حابه تتكلمي معاه. ليبلينج، بيحط ستيكر كده على الناس، دي كذا، دي متدينه، لا دي مش معرفش عامله ازاي، لا دي مالهاش علاقه بربنا، دي كذا دي كذا، وكانه ماشي يحط ستيكرز على الناس علشان يريح عقله من انه مش مشكله انا اعرفك، انا حطيت عليكي الستيكر وخلاص انا كده مرتاح. كل دي طرق تفكير احنا بنعملها، ممكن تكون ان انت ما كنتش واخد بالك منها، بس النهارده لما بنتكلم مهم نقف عندها ونقول هو انا بفكر فعلا كده، هو انا شايف الامور كده، هو انا ماشي في الدنيا كده. وكمان الناس اللي دايما مهما عملت انجازات ما بتبصش ليها. وكينج بقى الحكايه البرفكشنزم، ان انا عايش طول الوقت بسعى للكمال والمثال. دول يعني بيعانوا جامد جدا في حياتهم وعمرهم ما بيحسوا باي انجاز، ولا تحس انها عملت حاجه في الحياه. وبتعطل ما بتعملش حاجه. البرفكشنزم ده اساسه التربيه، اساسه الطفوله. ولاد البرفكشنزم انا بقول عليهم ولاده، لما باجي اشرحه للعملاء بتوعي ليه كذا ولد كده معاه الكينج الكبير التسويف، اقعد اجل اجل اجل، لان انا عندي صوره ذهنيه عن الحاجه اللي انا عايزه اعملها ما تتعملش ومحدش يعرفها غيرك. شوفي بقى الصعوبه، فمهما انت عملتي انت مش بترضيني، لان هي الصوره بتاعتي انا بس مش بتاعتك، ومش بعلن عنها. كمان ان انا ما بعدش انجازاتي، مهما أنا عملت انجازات خلال اليوم او خلال العمر انا شايف ان انا ما عملتش ولا حاجه. كمان منها البلاك اند وايت، يا ابيض يا اسود، مش هعرف انا يا ده يا ده، وطول الوقت عايز الحاجه مظبوطه قوي ومفيش حاجه مظبوطه. البرفكشنزم ده لو انا بتكلم عنه لا خالص مش هقبل، هقلل من الشأن، كمان هقعد اقلل والوم واكسر، لانه انا ما عنديش بلان بتقول انه ممكن حد ياخد. عارفه ريهام، وانا بسمعك في الاول، واعتقد ان ناس كتير قوي من اللي بيتفرجوا علينا النهارده كانوا بيسمع الكلام ويعكسوا على شخص يعرفه. بس الكلام الحقيقه مش للشخص ده، كلام لينا احنا. يعني انا لوهله كده انتبهت ان ايه ده، وانا بقيس اللي هي بتقوله على حد، انا الكلام ده ليا ولينا، يعني اسمه انا مين. فضروري لو احنا يعني دلوقتي عمالين ماسكين كده الاحكام ونقول ايوه فعلا انا اعرف، ما اعرفش مين بيعمل كده ومين بيعمل مايند ريد لا، هو الكلام لينا احنا. فضروري ممكن جدا بسيطه يعني نرجع الجزء ده في الحلقه وقيس على نفسك، لان انت المقصود، انت الهدف. يعني طبعا انا خدت بالي من ده وقلت احنا بنقع في الخطوه دي كتير قوي. طيب شايفه ايه الادوات اللي ممكن تساعدنا ان احنا نكتشف نمط تفكيرنا لو احنا عندنا احد التشوهات دي؟ اهم حاجه انا زي ما انت بتقولي كده النهارده يبقى عندي الشجاعه الكافيه اقعد مع نفسي واقول ايوه انا ريهام اللي عندها 1 2 3. على فكره أنا قبل ما اشتغل على نفسي كان عندي كل الانماط اللي انا بحكي لك عنها. عادي في الاول اتخضيت وخفت، قلت معقول انا اكون كده؟ لا 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 مش انا، ده مش عارف مين بيعمل، ده بابايا السبب، ده امي السبب، ده اختي السبب. بعد شويه بدات اقعد كده، اول خطوه اعملها اقبل. الخطوه دي صعبه.
لان انا صعبة، عايزة هنكرها شجاعة، وههرب منها، يعني عايزة هقول لا 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 شجاعة. انا مش كده، او ههرب ان انا اواجه ولو اصلا. قلت لا 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 انا مش كده، هيبقى ايه السيناريو التاني؟ هتفضل قاعد في مم. المرحلة اللي احنا اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت، مم. انا مش عارف نفسي. اسمع بقى الصوت اللي احنا كنا بنقول عليه، الصوت الحلو الجميل اللي جواك ده، اللي بيقولك ايوه انت النهارده عملت 1 2 3، بس هل انت وانت بتعمل ده كنت مخطط اذية البني ادمين؟ ما يتهيأليش. لو انت شخص سوي ما يتهيأليش ان انت كنت قاصد. انت مم. ممكن تكون ضحية حاجات كتير اتعرضت ليها، بس النهارده طالما عرفت انت ايه، فاعل. خد خطوة بقى، خلاص بقى ما بقتش مفعول اكشن. به بقى، يلا بقى نتنقل من مرحلة مفعول به لفاعل. حتى انت عارفة ان في السيشن لما الكلاينت بيوصل لده احنا بيبقى احسن مرحله بوصل لها واجمل حاجه، وبقعد اها اسقف مومنت زي ما لهم بيقولوا. والله العظيم انه ايه ده، هو انا اللي عملت في نفسي كل ده؟ هو ما حدش عمل فيا حاجه؟ ما حدش عمل فيكي حاجه، طريقه تفكيرك هي اللي وصلتك لده النهارده. فمهم اول خطوه تكون فعلا عندك الشجاعه وعندك الامانه الكافيه انك تقعد مع نفسك وتوقفها قدام المرايه. انا فيا ده، عادي مش جدا. عشان ترفضها، لا عشان عشان نصلح، تساعدها. يلا نصلح. مش انت ايوه عايز تصلح؟ يبقى لازم اقبل الاول واكتشف هو في حد بيجي يصلح حاجه من غير ما يفتح كده ويبص فيها ويقول ايه اللي محتاج صح. يتعدل؟ ما انا لازم افتح كده وابص، عشان افتح وابص انا عارفه انها مش حاجه يعني سهله. تخيل انت مثلا، يعني جه في بالي برضو ان المثال ده، ان لو حد من اصحابي في حاله، في اضعف حالاته، عنده مشاكل كتير قوي، هل اول ما يجي يقول لي انا حاسس ان انا وحش، انا حاسس ان انا فاشل، اقول ايه ده فاشل، مش هكلمك تاني، مش هعرفك تاني؟ بالظبط، بالعكس، بالظبط. هفضل اشجعه وافكره قد ايه ان هو كان ناجح. طب هو ما بنعملش كده مع نفسنا ليه؟ ده اللي انا قلته المره اللي فاتت، الحلقه اللي فاتت، انه احنا اصلا لو نفسك دي هي صاحبتك والله ما هتقعد معاكي ثانيه. فكري ان هي صاحبتك وجايه لك بمشكله. صح. فمهم اول خطوه خلي عندك شجاعه، بص وشوف وان شاء الله كله هيتصلح، ما تقلقش. اعترف واقبل. واقبل وواجه واعرف ان انت المسؤول. بالظبط. يعني سيدنا يونس اللي خرجه من بطن الحوت هو ان هو قال لا اله الا انت ايوه، سبحانك اني اني كنت اني من الظالمين. بالظبط. عشان ربنا يعني يوضح لنا رسالة واضحة جدا في حياتنا، ان احنا اللي بنظلم نفسنا واحنا اللي بنأذي نفسنا، ما حدش بالظبط، بيأذينا يعني. بالظبط. طيب لو انا اكتشفت يعني طريقة تفكير سلبية او يعني بتشتغل ضدي، اعمل ايه بعد ما اعترف بيها واتقبلها؟ بقدر اغيرها ازاي؟ خلينا نقول مثلا طريقه المثاليه دي، لان دي اكتر حاجه بيواجهوها العملاء او الناس، انا كنت واحده من الناس فيها. اول حاجه القطها، هتلقطها في ازاي؟ لو انتي مامي مثلا وخلال يومك هتلاقيك انتي الست اللي قاعده ترتب البيت 20,000 مره، مش قابله ان اي حاجه تبقى معوجه كده. كل حاجه لازم تبقى ليها بوزيشن، الريموت 90 درجه، ما ينفعش يلف كده. ولادي لازم يبقوا لابسين احسن لبس، واكلين احسن حاجه، كل حاجه. ولادي لازم يطلعوا من الاوائل. لازم نعمل كذا وكذا وكذا. هتلاقي في كلامك حتى لازم لازم، المفروض شودنج، لازم لازم لازم. مفيش انا عايزه دي خالص، ما بتقولهاش. فطول الوقت تحسي ان انت ماشيه وكأن في قواعد ورول بتحكمك، كأن الشخص حاطط على نفسه كده شويه قواعد بتحركه، ومن غيرها مش هيقدر يمشي في ولو الحياه. جيتي في الاول تقولي ايه اللي لازمه، مين اللي قال إن لازم، لا ازاي يعني لازم، ازاي؟ يعني يهاجم كمان الحد والناس اللي هتقول بيقدر ايه؟ لا ده يعمل. والناس تقول ايه؟ لا ناس مين؟ لا احنا رحنا لحته تانية خالص. فمهم اول حاجه مثلا لو هنتكلم عن ده، انا لقطت هو نمط التفكير، انا الست اللي بعمل 1 2 3. هنا انت عندك حاجه اسمها المثاليه الكامله، السعي للكمال. والسعي للكمال ده خدعوكي فقالوا الكمال لله وحده. احنا بني ادمين ميزتنا ان احنا مختلفين، عشان انا اكمل داليا وداليا تكملني. ربنا اللي قال كده، انه خلقنا اشكال مختلفه لنتعارف، لنعمل مجتمع. مش هينفع كلنا نكون زي بعض و100%. فدي اول خطوه، اعرفي النمط. تعالي بقى اكسريه. هتكسريه ازاي؟ راقبي الفكره اللي جايه جوه دماغك. ففي فكره بتقول مش هبقى ست ام مثاليه الا لما اعمل 1 2 3. بيتي يبقى متروق، انا اساوي بيتي. يعني انا بسمع ناس لو جاي لها حد وهي عيانه ونايمه في السرير تقول لي ما اقدرش، ده حماتي جايه. تيجي تلاقي البيت كده، هقوم اروق البيت واعمل، وهي فعلا بتمشي على ايديها ورجليها. طب ليه يا حبيبتي؟ ايوه ما هو انا اساوي بيتي. طول ما انا انا بساوي حاجات كده، زي ما قلنا المره اللي فاتت، الحلقه اللي فاتت، اعرف ان لا، انت مش بتساوي حد. هو اللي جاي ده جاي يزور ريهام ولا جاي يزور بيتها؟ لو جاي يزور بيتها يقعد مع بيتها زي الفل واحنا نمشي. انما انت جايه لريهام. ريهام دي بقى ايه؟ زوجه تعبانه النهارده، تعبانه. مريضة. يا ستي مش تعبانه، انا قايمه النهارده مقريفه ومش عايزه اعمل حاجه، قعدت كده ومش هعمل حاجه في بيتي. اللي جاي وفاهم ان هو جاي لريهام وقابلها في كل حالاتها اهلا وسهلا. اللي مش هيكون مناسب ليه ده مشكلته هو، مش مشكلتك. بالظبط. فمهم تقفي عند الحته دي.
انت مش بتسوي كل الحاجات اللي حواليك دي، مم. انت فين؟ فاول ما تجيلك الفكره انه يلا عشان تبقي بيرفكت 10/10، قولي لا مفيش حد 10/10، انا اقدر اعمل ايه النهارده. دايما قولي لنفسك كده، قادره تعملي ايه وايه اللي هيحصل لو ما عملتش كمان؟ بالظبط. وات اف يعني ايه اللي هيحصل؟ ما انا بقالي سنين بنظم وبرتب وفي ثانيه وما تسمعش. يعني لو المثال اللي انت قلتيه، هتقول حماتي ان انا بيتي مش ما تقول، طب عادي، ولما تقول ايه اللي هيحصل؟ عادي كده كده هي تقول يعني هتقول عادي ما يعني. ده مرات اخوه احسن منها، ما تقول برضو. يعني ايه اللي هيحصل برضو؟ ما هي لا، بالنسبه لها كلام الناس هو الرول، هو قواعد ما ينفعش تتخلى عنه. فمهم تقفي عند الحته دي، انا ماليش دعوه بحد، كل واحد ليه حياته، ما حدش عايش حياتك تيجي تعيش حياتك عشان تقدر تحكم عليكي. احنا ما بنحكمش على حد. اول خطوه تعرف فيها ان انت حصل لك توازن، ان تبطل احكام. طول ما انا عماله اقول ده كذا وده كذا وده كذا، اعرف ان لسه في شويه. وصدقيني لما الاحكام بتقف وانت عارفه ده، طاقه النور الالهي اللي بتدخل حياتنا. انت قاعده طول الوقت بتاخدي ذنوب على البني ادمين عشان عماله تحطي عليهم احكام، ده كذا ودي كذا والقرآن وده. قال صريح ان الحكم الا لله. فلما تتخلي عن النقطه دي هتيجي منين؟ ملناش دعوه بحد، ركزي في نفسك. هنيجي يوم القيامه لوحدنا بطولنا، مفيش حد هيجي معاكي. ركزي في رحلتك عشان هتتسألي عنها. انت فاعل مش مفعول به. اللي اذى ماشي خلاص، شكرا جدا انه اذاني، لولا الاذيه دي ما كنتش النهارده افكر ان انا اشتغل على نفسي. وخدي يلا فعل. فهراقب النمط التفكير وابدا احط قدامه فكره مضاده ليه. هو انا ليه بعمل ده؟ هو ليه مهم عندي اصلا؟ اكتب بقى. طبعا الكتابه دي سحر بقى. لازم خلال يومي اقعد وقت يكون هادي، البيت ساكت، كله نايم، وقت يكون هو بالنسبه لك وقت حلو، اسمه مي تايم بقى. يعني أيوة عيشي بقى يا ستي، بقى تايم. حياتك بقى. وبنعمله تمرين المي تايم، لان في الغالب ما بيعملوش مي تايم لنفسهم. بتبداي اللي هو وقتك، بتبداي بربع ساعه وعرفي كل البيت ده وقتي، واديهم هما كمان وقتهم عشان يسيبوكي في حالك. بعد شويه ابداي زودي لغايه ما توصلي لعدد ساعات هو يريحك خلال يومك. ده مهم، بنشحن فيه بطاريتنا. الوقت ده هنعمل فيه ايه؟ اقعدي في حته هاديه، عامله المشروب الجميل بتاعك واكتبي. انا النهارده الفكره جت على دماغي، عملت 1 2 3، وكان في فكره. اكتبي، سيبي القلم يكتب. لما الافكار بتنزل على الورق وما تبصيش عليها دلوقتي، سيبيها نص ساعه وارجعي بصي. ليه نص ساعه؟ لان في ساعتها كده هتلاقي احكامك مختلفه. سيبيها خالص، وكأن بقى تعالي اقري كأني واحد تاني هو اللي كاتب ده. وابدأي قيمي، وده صح، وانا عملت ده ليه النهارده اصلا، وانا ليه عامله في نفسي كده. وابدأي خدي الاكشن. والاكشن بقى انها تكتب فكره مضاده بتقولي معاكسه ليها، معاكسه لده. وايه قيمته وايه لازمته لما انا ابني يطلع من لازم تطلع من الاوائل. يعني اقول مثلا جمله انا النهارده عملت كذا، فاقول ليه؟ لان لازم ابني يكون كذا. فاقول ايه الفكره المضاده ليها؟ بالظبط. مين قال لازم؟ لازم ليه؟ ولو ما حصلش كده بالظبط. وايه المشاعر بقى اللي جايه عندي؟ هو ايه الشعور اللي جاي؟ هتلاقي دايما الافكار اللي مأيداكي دي كل المشاعر اللي جايه من ناحيتها ضغط وقلق وتوتر. صح والله. مش هتلاقي من ناحيتها اي حاجه مريحه. اعرفي ان هنا في حاجه، جسمك بيقول لك في حاجه غلط بتحصل. فمهم الجورنال انك تكتبي، وبعد ما تكتبي تقعدي تشوفي بعد ما كتبتي بقى هو الفكره دي ايه لازمتها، جايه تقول لي ايه، جايه تعلمني ايه، عايزه مني ايه. وابداي ردي. هل ده حقيقي؟ هل انتي اصلا عايزه ده ولا اتفرض عليكي تربيتي عليه؟ بس محتاج برضو يا ريهام إرادة. ليه؟ لأن أنا زي ما انت قلتي النمط اللي أنا بعمله وبمارسه ده اتكون عندي من سنين حياتي، وكمان البيئة اللي حواليا بتدعمه. فأنا عشان أخرج بره البيئة دي هحس أبقى مستعدة ومؤهلة إن أنا هتهاجم، أو إن أنا هتلام، أو إن انت بتيجي زي الأول ليه. فأبقى عارفة إن أنا ماشية في طريقي لمصلحة نفسي، مش لازم أبقى نسخة من الباقيين. بالظبط. وهو أول خطوة أصلا هتعمليها مع نفسك خلال اليوم، آخر اليوم دي الكتاب، بس طول اليوم هنركز على نمط واحد. مثلا المثالية، ألقط نفسي أول ما ألاقي نفسي أنا عايزة ده 10/10، أقف هنا كده. إيه ده بتعملي إيه؟ لا مش لازم على فكرة. وفي الأول أنا كنت واحدة بالفكشنزم، كنت بعاني لو عندي السجادة معوجة كده ما أقدرش أقعد. بدأت أدرب نفسي إن أسيبها كده وأنا قاعدة هتجنن. مرة على مرة على مرة بقى عادي. لقيتي ما حصلش حاجة خالص. انا كنت خايفة من ايه خالص. قد ايه شعور مريح، لان انت تبقي شايله حمل تقيل قوي قوي بالظبط. ومتنيه كده، مش قادره تسلبي طولك وشايلاه وماشيه. المثاليه دي اصلا بتيجي من عدم امان. انا خايف من حاجه وكاني بتحكم في كل الحاجات عشان ما فيش حاجه تخرج من ايدي وتطلع بره البلان. وهو ده مش صح. هو ربنا في ثانيه لما جاب الكورونا كان عايز يكسر لنا المعتقد ده. انت ما بتعملش حاجه على فكره، انت مش مسيطر على حاجه. سلمي للامور وخليها تمشي. خلي ايدك كده تتساب، وخلي كل حاجه تعدي من تحت ايدك، واستمتعي بده.
فاول جميل. خطوه القط انت بتعمل ايه. مم. فلو ركزتي مع نمط خدتيه مثلا الاسبوع ده، انا هركز بس مع البرفكشنزم ولقطته خلال يومي، وبدات احط فكره لا هجبر نفسي ان انا مش هعمل ده. بيتي متنعكش مثلا او الكنبه دي مش معدول، اسيبها. مم. ابني انت عليك انك تذاكر، دوري ان انا اساعدك لو طلبت المساعده، غير كده لو سقطت على فكره هتقعد في البيت تذاكر لنفسك. اعملي دايما عواقب الامور، مم. وارجعي خطوتين 3 لورا واقعدي كده واسندي ظهرك صح. وخلي الفلو يحصل في حياتك. فمهم ده الدنيا ابسط بكتير قوي ما احنا جدا معقدينها. جدا. يعني بجد احنا بنعقد حياتنا بشكل مش عارفه ليه بنختار كده. يعني ناس كتير قوي مننا فعلا بيختار المعاناه بايده. علشان كده يعني كلامك كانه بينبههم، يا جماعه اصحوا من النوم وفوقوا، انتوا تستاهلوا تعيشوا حياه ممتعه مريحه. الراحه دي احساس جميل جدا، ليه حارمين نفسكم منها يعني؟ بالظبط. فشكرا بجد، النهارده كانت عفوا يا حلقه روحي. مهمه، واتمنى من كل اللي بيتفرجوا علينا يشوفوها مره تانية، لان يعني احنا اتكلمنا في النص كده في حاجات فيها تفاصيل. يعني لما تعيد ترجع تشوفها تاني كل مره هتلاقي انت بتكتشف حاجه، ايوه انا بالظبط. بعمل دي، وهتلاقي نفسك عندك حماس وجديه والتزام ان انا اغير النمط ده، عشان انا فعلا عايزه اعيش حياه احسن من كده. خلصت حلقتنا النهارده، ان شاء الله الحلقه اللي جايه هندخل في العمق اكتر واكتر عشان ندور على اجابه انا مين. اسيبكم على خير ونشوفكم على خير الاسبوع اللي جاي ان شاء الله.